السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. حبايب قلبي، النهارده ان شاء الله باذن الله هنخش المطبخ مع بعض نعمله احلى بسكوت حبايب قلبي بالبرتقال. حاجه كده فاخر من الاخر يا حبايب قلبي، بجد احلى من اللي بنجيبوه من بره بكتير. طعمه في حته تانية وريحته قلبت البيت. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. يا رب ان شاء الله باذن الله تجربوا الطريقه بتاعتي دي وتعجبكم، والفيديو ينول اعجابكم. بجد من البسكوتات الجميله جدا جدا، هتعتمديها ان شاء الله لاولادك، وبدل ما بيشتروا بسكوتات من بره والحاجه بره ما بقتش حلوه زي ما كانت، احنا نعمل الحاجه في البيت افضل واحسن. بسم الله ما شاء الله. بجد ده نص كيلو دقيق يا حبايب قلبي. بصوا عملوا لي قد ايه، عملوا كميه كبيره ما شاء الله. يا رب ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم، واكون قادره اوصل المعلومه، واكونوا بتستفادوا مني، وان شاء الله باذن الله تعجبكم الطريقه وتعملوها تطلع معاكم احسن ما انا ما عملت. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم، ويرضى عننا ويرضينا جميعا، ويصلح حالنا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. لو الفيديو عجبكم ما تعملوش شير عشان غيركم يستفيدوا، وقناه تكبر بيا وبكم، وحطوا اللايك حبايب قلبي اللي يشجعني اعمل لكم كل جديد. يلا بينا على المطبخ نشوف احنا هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. حبايب قلبي، النهارده جايين هنعمل حاجة جميلة وحلوة جدا جدا وموفرة بالنسبة، ومش مكوناتها مش كتير واقتصادية، وفي نفس الوقت بتديكي طعم وريحة، حاجة فاخر من الاخر. بس يا ريت قبل ما نبدا المكونات بتاعتنا ونقول المكونات بتاعت الفيديو بتاعنا، ندعي لاخواتنا في غزه وفلسطين وفي رفح وفي لبنان وفي سوريا، اخواتنا المستضعفين في كل مكان. ندعي لهم عن ظهر غيب، ربنا يفك كربهم، يشفي مرضاهم ومرضانا ومرضى المسلمين اجمعين، يرحم امواتهم وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. الا ان نصر الله قريب. يا رب ينصرهم نصر عزيز المقتدر، يتعجب منه اهل السماء والارض، انك انت السميع العليم. اللهم تقبل مننا ومن سائر المسلمين. يا رب ان شاء الله يجعل دعانا ليهم دعاء مستجاب ان شاء الله، ويتقبل مننا ومنكم ومن سائر المسلمين، ويحفظ بلادنا واخواتنا وحبايبنا، ويحفظ كل غالي وعزيز علينا، وما يورناش حاجه وحشه في حد ابدا. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم تقبل واستجب يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين يا الله. حبايب قلبي، النهارده جايين هنعمل بسكوت البرتقال يا حبايب قلبي، بس بجد من الحاجات اللي بتبقى جميله جدا جدا، وان شاء الله مكوناته موجوده في كل بيت وسهله وبسيطه. المكونات بتاعتنا ايه يا حبايب قلبي؟ جبت نص كيلو من الدقيق، نخلته وحطيت عليه ذره ملح ومعلقه بالمعلقه المعياريه بتاعتنا دي من البيكنج باودر. تمام كده، ده قلبتهم مع بعض. دي المواد الجافه اللي هو عباره عن ايه؟ يعني نص كيلو دقيق ومعلقه بيكنج باودر وذره ملح. تمام كده، معايا بنفس الكوب المعياري ده يا حبايب قلبي نص كوبايه من السكر البودره. عايز تحطي سكر حبيبات مفيش مشكله. تمام، بالمعلقه دي يا حبايب قلبي حطيت معلقه من السمنه ومعلقتين من النشا. تمام كده، يبقى اللي موجود هنا ايه؟ نص كوبايه من السكر ومعلقتين نشا ومعلقه سمنه. هنضيف عليها ايه؟ هنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، نص كوبايه من ايه؟ من الزيت. تمام كده حبايب قلبي، وهنفضي كمان عليهم ايه؟ هنفضي عليهم باكل فانيليا اللي بالبرتقال يا حبايب قلبي، كده زي ما انتم شايفين. تمام كده، هنحتاج لهم ايه؟ نص كوبايه من الميه. انا جايبه ميه زياده، بس هنحتاج نص كوبايه بس. لو احتجت ميه زياده ازيد من كده هقول لكم برضو حبايب قلبي، انتوا عارفين ان في مصداقيه ما بيننا، ما مش بنخبي على بعض حاجه. تمام كده، كده هدوب كل المكونات دي في بعض، ولما اجي انزل بالدقيق ان شاء الله هتبقى معايا واحده واحده. بالنسبه حبايب قلبي للبسكوت، انا عندي القطعه دي زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله يا حبايب قلبي، دي اللي هنقطع بيها. تمام، هنبقوا مع بعض واحده واحده. بس يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا له شير، ولو وتحطوا اللايك، واللي مش مشترك في القناه يشترك، ده فضلا وليس امر. اعملوا شير للفيديو عشان غيركم يستفيد، ربنا يصلح حالنا وحالكم وحال امه محمد اجمعين. ادوب المكونات اللي معانا حبايب قلبي دي، اللي هي عباره عن نص كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، ومعلقتين من النشا، ومعلقه سمنه، ونص كوبايه زيت، وباكو خميره، وباكو فانيليا برتقال. تمام كده، خليكم معايا. بص حبايب قلبي، كده دوبت السكر والزيت، نص كوبايه سكر نص كوبايه زيت، والباكو فانيليا اللي بالبرتقال. تمام كده، ومعلقتين النشا ومعلقه السمنه، دوبتهم مع بعض، وبعد كده ضفت عليهم نص كوبايه من السكر من الميه. تمام كده، وهننزل ان شاء الله بالدقيق. خليكم معايا. بصوا حبايب قلبي، كده نزلت بالدقيق وايه وذره الملح ومعلقه البيكنج باودر.
تمام كده. معروف ان البسكوت حبايب قلبي ما بيتعجنش. احنا هنلم بس كده، واول ما يتلم في ايدي ان شاء الله هوريهولكم، خليكم معايا. بصوا كده حبايب قلبي، كده البسكوت بتاعنا جاهز اهوت على العمايل على طول. نص كوبايه السكر ونص كوبايه الزيت ومعلقه السمنه، دي مكوناته حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين كده طلعت معانا العجينه زي ما انتم شايفين. افردها بس حبايب قلبي، ولما اجي اقطع هوريهولكم انا قطعنا ازاي، خليكم معايا. بصوا كده حبايب قلبي، ادي ايه التقطيع بتاعنا. تمام، التقطيع بقى تبططيها كده شويه عشان احنا مش عايزينه تخين. تمام، زي ما انا بططت كده كده زي ما انتم شايفين. وبالخله بتاعتنا بنديله كده تخريم كده زي ما انتم شايفين. ليه التخريم دوت؟ علشان خاطر ما يقبش معانا في النار ويطلع بسكوت فاخر من الاخر زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. اخلص بنفس الكميه كلها ان شاء الله بنفس الوضع كده، وقبل ما ادخله الفرن هوريهولكم، خليكم معايا. بص حبايب قلبي، ادي شكل ايه، شكل البسكوت بتاعنا بعد ما خلص. تمام كده كده، ده اول سوا خلصته. اما اخلص بقى الكميه كلها وادخله الفرن ان شاء الله ويطلع من الفرن هوريهولكم. بس ادي الشكل النهائي. بصوا حبايب قلبي، شكله بجد بجد يفتح النفس، حاجه كده فاخر من الاخر. ان شاء الله باذن الله حبايب قلبي تجربوا طريقتي دي وتعجبكم، الفيديو اللي عجبكم. اخلص بس حبايب قلبي وادخله الفرن، ولما اطلعه من الفرن هوريهولكم. حبايبي رجعت معاكم بعد ما البسكوت بتاعنا بتاع بصوا ناعم ازاي يا حبايب قلبي. بصوا بسم الله ما شاء الله، حاجه كده فاخر من الاخر. بصوا بصوا عامل ازاي، بصوا اتكسرت ازاي، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، الله اكبر، بجد حاجه تحفه تحفه تحفه. ريحته قلبت البيت يا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله. شايفين النص كيلو عمل لي قد ايه؟ ما شاء الله يا حبايب قلبي. عشان نروح نشتري من حبه زي دول من المحل بالغالي، وطبعا على ايه احنا نعمل حاجه في البيت وانضف واحسن، وبتعملي الحاجه بسم الله ما شاء الله، حاجه كده فاخر من الاخر. ان شاء الله باذن الله تجربوا الطريقه بتاعتي وتعجبكم، والفيديو ينول اعجابكم. فضلا وليس امر، اللي مش مشترك في القناه يشترك، واللي مش فاعل زر الجرس يفعله عشان يوصلوا مني كل جديد. وتحطوا اللايك يا حبايبي، حطوا اللايك وتصلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وتذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.